قناة سكولي هتقدم النهاردة الشيبسي. مين فينا ما بيحبش الشيبسي؟ كبار أو صغيرين. هنعمله النهاردة بكل التريكات اللي هتخليه مقرمش ولذيذ، أحلى من الجاهز 1000 مرة. اسمعوا صوت القرمشة. وكمان بنكهات مختلفة. يلا نشوف هنعمل ايه. اللي لسه ما اشتركش في القناة يضغط على زر الاشتراك الأحمر ويفعل الجرس علشان يوصلوا منا كل جديد. لايك وشير للفيديوهات علشان نفيد عدد أكبر من الناس. هنقشر البطاطس بالمقشرة دي، ودي أسهل طريقة لتقشير البطاطس. هنقطع البطاطس شرايح رفيعة سمك 1 مللي باستخدام الماكينة دي. القطعة دي بتحمي الإيد لما البطاطساية تبقى صغيرة. هنغسل البطاطس بالمية كويس. هنصفي البطاطس من المية. هنحط مية مغلية على البطاطس تغطيه كله. هنضيف معلقتين كبار من الخل الأبيض. هنقلب علشان الخل يتوزع في المية كلها. هنسيب البطاطس منقوع في المية السخنة حوالي 4 ل5 دقايق بس. زيت غزير وهنسيبه يسخن. هنحط شرايح البطاطس، بس مش هنحط كمية كبيرة، هنحاول نحط كمية صغيرة عشان كل بطاطساية تتحمر كويس وتستوي بشكل كويس. هنستخدم نكهات مختلفة: ليمون وشطة، طماطم، جبنة، بابريكا أو الفلفل الحلو. ممكن نستخدم بهارات من عند العطار، زعتر، أو أي نكهات أو بهارات انتي بتحبيها. هناخد جزء من الشيبسي وهنحطه في علبة أو ممكن كيس نايلون. هنحط الملح ونحط النكهة اللي احنا عايزينها. المهم إن احنا هنحط النكهات والشيبسي لسه سخن، قبل ما يبرد لازم نحط النكهات. سامعين صوت القرمشة؟ حتى لو سبتيه شوية عمره ما هيطرى، هيفضل محتفظ بالقرمشة الحلوة اللي فيه. خلاص هنبطل نشتريه من بره، هنعمله في البيت أحلى من الجاهز، ومقرمش ولذيذ وبكل النكهات اللي احنا عايزينها، وألف هنا.